بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا كالعادة. لو عندك حبايتين من البطاطا تعالي هخليكي تعملي احلى وصفة بطاطا ممكن تجربيها، وهتعمليها بدل المرة كمان 10. هاتي حبايتين كده من البطاطا، ولكن عايزين البطاطا نوع البطاطا معانا لازم يكون البطاطا الحمراء. هاتيها اغسليها كويس جدا وبعدين قطعيها شرايح. انا عايزة سمك البطاطا يكون تخين بالشكل ده. هاتي بقى معلقه كده كبيره من السمنه او الزبده، يا سلام بقى لو كانت سمنه بلدي. وانزلي بيها على في طاسه على النار. وبعدين نرص فيها البطاطا اللي انت قطعتيها. طبعا الوصفه دي بتكون محتاجه البطاطا اللي هي الكبيره، يعني انا عايزه اقول لكم ان حبايه البطاطا اللي قدامكم دي هي لوحدها اصلا كانت حوالي نص كيلو او زياده كمان. كل جنب من الشرايح اللي احنا عملناها دي هنحمرها كده كأن من الوشين، يعني كل جنب هياخد لون كده من الوجهين بالشكل ده. مش هتاخد معاكي وقت خالص. عايزه اقول لكم ان هي وصفه المستعجلين. لما تكوني عايزه تاكلي نفسك في البطاطا وعايزه تاكليها ولكن في وقت تجهزيها في وقت قصير جدا، اعملي الوصفه دي. الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا يا جماعة وهتحبوها قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. للناس اللي هي بتحب تعمل الحاجة في الانجاز كده، ما بتحبش الحاجة الاكلة او الطبخة او ايا كان واقفة في المطبخ بتعمليها ما تاخدش وقت معاكي، دي من اول الحاجات اللي هتحبي تقفي في مطبخك وتجربيها. خلاص، خدت كده يعتبر كده اتحمرت من الجنبين اهو، او من الوجهين. يلا بقى هننزل بحوالي 3 معالق كبار من السكر. طبعا انت لو عايزه تقللي نسبه السكر يعني ممكن احط معلقتين من السكر عادي جدا. ولكن 3 معالق هيكونوا مظبوطين ان شاء الله. يعني نسبه السكر فيها مش هتبقى محلونه خالص، هي هتبقى مظبوطه برضو باذن الله. تعالي بقى هاتي كمان نص كوبايه ميه عاديه خالص، وهننزل بيها على البطاطا. هنغطي الكلام ده بقى. سيبي النار عالية اول حوالي دقيقة او دقيقتين، سيبي النار عالية زي ما هي. ولكن ابدأي بعد كده هدي النار، علشان طبعا احنا حاطين نسبة سكر وحاطين نسبة مية بسيطة، فعلشان الكلام ده متحرقش معانا. بصوا بقى بعد ما تغطوها هتنزل سوائل تانية، يعني انت هتحسي اصلا ايه ده، ان المية لا كترت، لان عارفين ان البطاطا اصلا فيها نسبة من السوائل. بعد شويه اهو، عايزه اقول لكم انا يعني من وقت للتاني وقت بسيط جدا، يعني حوالي دقيقتين 3، انا بعري عليها وبشوف وبقلبها من الجنب ده للجنب ده، بحيث ان الوجهين يطلعوا زي بعض، متكرملين من الجنبين زي بعض بالظبط. خلاص البطاطا كده خلاص داخله على سوا. شايفين كميه السوائل اللي كانت موجوده الاول قلت جدا. بقى معايا يعني حاجات سكر بسيط كده خالص في الطاسه بيتكرمل. انا بقى عايزه السكر ده يتكرمل مع البطاطا، هيتكرمل لحد ما تحسي خلاص ان ما في ان نسبه الكرمله اللي قدامك دي خلاص مش موجوده. هتاخد وقت بسيط جدا وهتبصي تلاقيها استوت وراحت زي الزبدة بجد. وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اهو شايفين كده خلاص الوصفة يعتبر خلصت معانا. هي دي الوصفة من غير كلام كتير، من غير مقادير كتير. وصفة سهلة وبسيطة جدا، جربوها هتعجبكم جدا. كلكم هتحبوها، مفيش حد في البيت مش هتعجبه الوصفة دي، كبار وصغار. الولاد هيطلبوها منك بدل المرة زي ما قلتلك 10. شايفين دايبة، انا مش عارفة اقلبها، خلاص بقى هي كده خلاص استوت. انزلي بقى بيها كده في طبق وكليها وهي سخنة وبألف هنا على قلوبكم جميعا. جربي الوصفة ان شاء الله تعجبكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.